السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو النهاردة. معانا النهاردة وجبات الخير، وجبات مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مجموعة من الوجبات، وجبات الخير اللي بتتفرق عشان خاطر مولد النبي. احنا كل سنة بنعملها، اللهم بارك. فطبعا السنة دي قلنا نعملها معاكم وتشاركونا فيها عشان كل الناس تعمل وجبات خير. وطبعا الإطعام ده يا حبايب قلبي زي ما انتوا عارفين بتبقى نوايا، بتقدمي النية الأول من جواكي بينك وبين ربنا. انتي بتبقى عاملة الخير ده ليه؟ احنا دايما بنعمله في مولد النبي، بنحتفل بيه كمناسبة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وبننويها برضو رحمة على والدتي وعلى أخويا، الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. وبرضو بننوي صلاح الأحوال لحياتنا ولبيتنا، وإن ربنا يوسعها علينا ويوسع رزقنا ويبارك في أولادنا يا رب العالمين جميعا. زي ما انتوا شايفين كده عملنا وجبات سهلة وسريعة برضو عشان ما تاخدش معانا وقت وجهد كبير. فبنعمل وجبات سهلة وسريعة برضو، وبتبقى طعمة ولذيذة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض حبة مكرونة محمرة، وهنعمل لحمة مسلوقة، وهنعمل كفتة حاتي على طول سريعة كده نحمرها على طول في الفرن، علشان خاطر ما تاخدش معانا لا وقت ولا جهد، لان بتبقى ياما اللهم بارك كميات كبيرة. فطبعا بتبقى مجهود كبير طبعا. زي ما انتوا شايفين كده العمايل والتعبية وكل حاجة بتاخد وقت وجهد جامد جدا معانا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا ما قدرتش اقف احمر المكرونة في السمنة. طبعا حمرتها في الفرن، دي طريقة جميلة جدا وسريعة جدا ومش هتاخد معاكي لا وقت ولا جهد. هتحطي المكرونة كده زي ما انت شايفة في الفرن، هنحطها في الفرن على طول. بس اهم حاجة يبقى عندك وقت على طول، في ثواني عينك عليها رايحة جاية كده تفتحي على الفرن، بحيث ان هي ما تلقطش معاكي على طول اللون الغامق، تاخد معاكي اللون الفاتح المحمر دوت الجميل اللي انت بتحمريها فيه في السمنة. واول ما بتحطيها في الحلة بتنزلي عليها على طول بمعلقتين من السمنة، على طول تدي لون للمكرونة بتاعتنا، وهتديكي طعم برضو مع الشوربة بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين كده بنحطها في الفرن وما بتغفليش عنها خالص، يعني كل شوية كده بتبصي على المكرونة بتاعتنا لحد ما تديك اللون الجميل دوت اهو. زي ما انتوا شايفين معانا اللون، اللهم بارك، لونها جميل جدا. طبعا انا اللصاق ده بياخد معايا كيس واحد من المكرونة، فطبعا بياخد معايا برضو وقت. بسرع بسرعة ان انا اخلص الكميات اللي معايا اهو. زي ما حضراتكم شايفين، انت لو هتعملي في فرن البوتاجاز او هتعملي في فرن صاجو اكبر بتعملي برضو الكميات اللي تعجبك. زي ما حضراتكم شايفين اهو، بنزل عليها بمعلقتين من السمنة والشوربة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ومكعبين من مرقة الدجاج، اللهم بارك. وبتطلع معاكي زي العسل، وبتبقى وجبات سريعة بتعمليها، وربنا يجازينا عنها خير يا رب العالمين، ويكتبها لنا في ميزان حسناتنا، ويكتب لنا الأجر العظيم عند الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو، بنعمل حبة المكرونة المحمرة ما بتاخدش وقت يا دوبك. بتحطي السجان على طول في قلب الحلة، وتنزلي بالشوربة ومعلقتين السمنة مش اكتر، وحبة ملح وحبة فلفل اسود. وطبعا نراعي يا جماعة الملح والفلفل الاسود عشان ما بنحطش بكميات كبيرة، نحط حبة صغيرين خالص، ان احنا برضو ما نعلمش اللي هياكل منها ما بيحبش الاكل. ممكن يكون ناس بتحب الاكل دلع، فاللي حابب تدلعي تعملي الاكل دلع افضل من ان انت تعمليه مظبوط قوي، علشان خاطر في ناس ما بتحبش الاكل اللي فيه ملح. اهو يا حبايب قلبي بنراعي النقطة ديت بالذات في وجبات الخير، في الفلفل الاسود، في الحراق، في الحاجات دي كلها بلاش منها خالص في وجبات الخير. وجبات الخير تبقى عادية خالص جدا، مش حابة تكتري برضو فيها الفلفل الاسود، بقى حاجة نسبة بسيطة جدا، عشان خاطر برضو الناس اللي ما بتحبش الحاجة الحراقة. في ناس كبيرة في السن بتبقى بتاكل منها، أطفال صغيرة بياكلوا منها، فلازم نراعي النقطة ديت في الملح والفلفل الأسود والشطة. أهم حاجة نراعي الحاجات دي يا جماعة في وجبات الخير. زي ما حضراتكم شايفين كده حطيت مكعبين من المرقة. فطبعا ممكن لو الشوربة متحيقة ما تحطيش ملح خالص، يعني لو احنا محيقين الشوربة بتاعتنا. انا ما حطيتش ملح نهائي زي ما انتوا شايفين كده. انا كل اللي حطيته معلقتين السمنة الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، والمرقة الدجاج، غير كده ما حطيتش تاني، لان الشوربة بتاعتي كانت متحيقة اللهم بارك وزي الفل.
اهو زي ما انت شايفة المكرونة بتطلع معايا مفلفلة خالص ومش معجنة زي ما انت هتحطي في بالك ان هي محطوطة في الفرن ومش محطوط لها سمنة، لا ابدا، بتحطي معلقتين زي كده وبتبقى معاك اللهم بارك جميلة جدا. وعملنا كمان ادينا عملنا حلة كمان برضو على السريع اهو زي ما انتوا شايفين، والسمنة والشوربة مبتبقاش كتيرة اهو زي ما انتوا شايفين، وبيطلع معاكي الاكل زي العسل. مبنحطش ملح خالص لو الشوربة فيها ملح. نراعي يا جماعة الملح والفلفل الاسود كمان مرة في اكلات وجبات الخير بالذات. اهو يا حبايب قلبي احنا عملنا اول دفعة، احنا بنعمل طول اليوم في دفعات، نخلص دوت وبنعمل غيره زي ما انتوا شايفين كده. يعني اللي انا عملتها معاكم ديت طبعا مش هعمل كل الكمية ومش هصور كل الكمية، لان طبعا اللهم بارك تعب وجهد ووقت، والواحد مش قادر كمان على التصوير. يعني الواحد بيبقى بيكفي ان هو بيخلص الوجبات بتاعتنا. فانا عملت اول كمية ديت وصورتها معاكم. فطبعا برضو عشان ما بحبش اطلع الوجبات باردة، الوجبات لازم تطلع سخنة وكويسة. فلو انا هستنى التصوير الوجبات ديت هتطلع معايا مش سخنة ومش هتبقى حلوة. فاحنا بنحاول كل اللي نخلصه نوزعه على طول. فدي اول كمية اللهم بارك عملتها، واللهم بارك عملنا قدها مرتين تلاتة اللهم بارك في التوزيع. فطبعا احنا ما بنحسبش الحاجة دي خالص. وجبات الخير يا حبايب قلبي ما بنحسب لهاش لا عدد ولا كمية، احنا بنعملها لوجه الله تعالى، ما بنعملهاش رياء، نعوذ بالله من الرياء، لا العلن ولا بنعلن عنها ولا بنقول. احنا اللهم بارك بنعملها طول السنة، واللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. ربنا بيعم عليكم بالخير والرزق والبركة. وبنعملها زي ما انتوا شايفين بكميات ديت قدها 3 4 مرات بنعمل قدها. بس طبعا احنا بنطلع الوجبات سخنة فبنضطر نطلع كله على طول على طول. فانا حاولت اصور معاكم تشجيع مني ليكم ان انتوا ربنا يبارك فيكم تعملوا وجبات زي كده. وانتظروني يا حبايب قلبي في فيديو جديد معاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.